بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأت أتدبر القرآن فهمت إن في قرآن مقروء، المصحف اللي موجود عندنا في البيت، وفي قرآن مرئي اللي هي آيات ربنا اللي موجودة حوالينا في كل حتة. والبحر كان من الآيات اللي شدتني، آية من الآيات اللي شدتني خصوصا بعد ما نزلت أغطس لأول مرة وكانت بالصدفة. نزلت شُفت الإبداع، شُفت في إبداع غير طبيعي موجود تحت، فقُلت لقيت نفسي باقول سبحان الله. وبعدين قررت إن ما فيش أحسن من كده مكان الواحد ممكن يسبّح فيه، فقررت إن أنا أتعلّم غطس عشان يبقى ده مكان للتسبيح باستمرار. طبعًا مصر من أحسن الأماكن اللي فيها location غطس، الlocations بتاعة الغطس في مصر كتير أوي، والبحر في مصر فيه إبداع إلهي غير طبيعي، فهيخلّيك دايمًا بتقول سبحان الله. وأنت تحت الأعماق ما فيش حاجة اسمها غفلة، ما فيش أفكار، أنت ذهنك حاضر تمامًا بتتفرّج، أنت بتبقى في وسط الفطرة، بتتفرّج على حاجات بتسبّح، كلّها بتسبّح، كلّها مخلوقات ربنا وكلّها بتسبّح وأنت معاها. تحت ما فيش أي نوع من أنواع التدخُّل الإنساني فيه، فأنت بتبقى تحت، أنت ما بتبقاش عايز تطلع، ولسانك ما بيبطّلش سبحان ربي البديع. وفكرة إن أنت في وسط آية من آيات الله بتسبح وبتسبّح، بتخلّيك بتعرف حجمك وبتفهم إن الأرض أكبر بكتير وآيات ربنا في كل حتّة، وأي آية تقدر تُقف قدّامها في أي وقت وتتدبّرها، أي آية بحر، جبل، شجر، كل دي آيات ربنا تقدر تُقف قدّامها في أي وقت وتتدبّرها زي ما بتتدبّر القرآن بالضبط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.